هذا اليوم نشهد مسيرة المدد للالتحام بإخواننا الثوار القادمين من تعز الحالمة في المسيرة الراجلة والمشاركة في مسيرة الحياة المتجهة إلى العاصمة صنعاء، وذلك لرفض إعطاء الحصانة للرئيس المخلوع عفاش وزبانيته. ولذلك نناشد أعضاء مجلس النواب والبقية الباقية في المؤتمر ألا يصوتوا لهذا المشروع، وأن من صوت على هذا المشروع فإنه شريك في الجريمة وشريك في استباحة دماء الشهداء. نحن انطلقنا في مسيرة المدد لنمدد اخواننا في من تعز مسيرة الحياة التي انطلقت، ونقول لعفاش من هذه الخيام التي هزت كسرك ستسقط عرشك ان شاء الله. نحن آتينك يا أنس، آتينك يا عزيزة، لنأخذ بثأرك من القتلة المجرمين. شكرا.